السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبي يا رسول الله، عندنا هنعمل النهاردة كب كيك حلو جميل جدا. عندنا كوباية سكر، كوباية لبن، 3 بيضات، كوباية الا ربع زيت، وكمان عندنا كوبايتين دقيق، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح زي ما انتم شايفين. هنقلب كل المواد الجافة مع بعضها، وبعدين كمان نعمل كل المواد السائلة في الخلاط كويس قوي لغاية ما السكر يدوب، ونعمل بالويسك او نستخدم الويسك المضرب اليدوي على اتجاه واحد. ممكن تحطي هنا بقى ايه زي ما انت عايزة تحطي بشر برتقان، عايزة تحطي كاكاو، زي ما انت عايزة وبراحتك. شيلي معلقتين دقيق، حطي معلقتين كاكاو. شيلي 3 معالق دقيق، حطي 3 معالق كاكاو، وهيبقى عندي كوب كيك بالشوكولاتة جميل جدا والطعم تحفة. هنا بقى عندي القوالب الورقية دي، والقالب العادي اللي هو الألمونيوم ده جميل قوي وسواه حلو جدا. حابة بقى تحطي مربى بس ما تحطيش كتير قوي زي ما انا حطيت، حطي شوية صغيرين عشان ايه، الكتيرة دي وقعت منها اغلبها في القاعة، فحطي حبة صغيرين اصغر من كده. فخليت نصها بالمربى ونصها كده بالفانيليا عادي، ولما طلعت كانت تشهي بصراحة تحفة، ولونها كان جميل جدا جدا جدا. كنت مطلعاها معاكم في بس وانا بصور. بسم الله الرحمن الرحيم، عملنا 12 قطعة من الكوبايتين دقيق، يعني كوبايتين دقيق هتعملك 12 قطعة. حلوة قوي، ممكن ايه تديها في اللانش بوكس لولادك. وكمان هعملك الكب كيك الحادق بإذن الله قريب ان شاء الله. تديهم واحدة من دي وواحدة من دي، مع كمان اي فاكهة انت تحبيها. جميل قوي، شكلها فعلا حلو. نفتح بقى واحدة مع بعض، واحدة بمربى برضو وواحدة من غير مربى. دي اللي كانت بمربى، ونفتح كمان اللي من غير مربى. سخنة جدا، هي كانت لسه طالعة. خدت حوالي 10 دقايق، 10 دقايق في الفرن على درجة حرارة 180. وزي ما بدأت بالصلاة على النبي هنهي بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبي يا رب.